في المرحلة دي هنا احنا لا عزاء للاتش ار في هذه الحالة، لان الاتش ار حط نفسه في موقف لا يحسد عليه، لان اما ان حضرتك تتخلى عن جزء من الموظفين دول، او ان حضرتك تفضل ماشي بنفس الريتم او بنفس الاستراتيجي وتلاقي ان الفيكسد كوست بتاعتك بتعلى. فللاسف الاتش ار هنا بيتحط في الاختيار الصعب ان هو يعمل لي اوف للموظفين الكواليفايد عنده. اهلا بيكم في مان باور بودكاست، اول بودكاست باللغه العربيه مخصص للاتش ار بروفيشنالز في مصر والوطن العربي. اهلا بيك يا شريف، ازيك؟ الاخبار؟ خير الحمد لله. ازيك يا مصلحي؟ كله تمام الحمد لله. احنا سعداء اللي انت معانا في حلقه من حلقات مان باور، وهو ده الهدف. يعني احنا معنيين بالاتش ار، بنخاطب الاتش ار مش بس في مصر انما في الوطن العربي والمينا ريجن. يمكن عندنا فيجن كده ان البودكاست ده كمان يبقى مين ريفرنس للاتش ار بروفيشنالز، فاحنا سعداء اللي انت تبقى من ضمن السبيكرز اللي معانا في البودكاست دي. ميرسي جدا ليك يا مصلحي. انا سعيد اكتر ان انا بشارك معاكم في ان احنا ناب ليفل السكيلز الخاصه بالهيومن ريسورسز مانجرز الموجودين، او حتى السوبرفايزرز او السينيورز الموجودين معانا في الوطن العربي. وانا عارف قد ايه ان انت بتحاول تديليفر ليهم، يعني خلينا نقول يعني ان ديبس نوليدج للناس دي، وقد ايه انت حريص ان انت تفيد الناس الموجود معانا في الاتش ار وفي الكارير ده بالذات. بالظبط. طيب خلينا نبتدي معاك حاجه بقى، بما ان بدايتنا اصلا كانت ريكروتمنت ايجنسي، فانا حابب يعني اقول لك السؤال الكليشيه شويه بس ما تعتبروش سؤال رخم. ما تدينا بريف عن نفسك. انا اسمي شريف حنفي، انا اكسبرت مانجر في مجال الهيومن ريسورسز مانجمنت فيلد، بخبره اكتر من 14 سنه في فاريوس فيلدز، منها الاف ام سي جي، المانيفاكتشرنج سيكتور، الريتيل، الكوميرشال، وكمان الكونسلتنج. بالنسبه لي اخدت شهادات كتيره مختلفه من جامعات مختلفه، منها الاي سي ومنها اسلاسكا وكمان الاتش ار سي اي والبي ام اي، وشهادات تانية كتيره، بالاضافه كمان ان انا وان اوف هارد ليرنينج اكاديمي ترينرز. فدي خبرتي بشكل سريع كده وبريفنج عني، وسعيد طبعا ان انا موجود معاكم النهارده في مان باور بودكاست. وانا كمان. تعال بقى نخطفك بسؤال كده، ايه اكتر تشالنجز بتقابل للاتش ار بروفيشنالز في شركاتهم؟ السؤال ده يمكن هو شويه انت عشان يعني حاطط ايدك على البينفول اريا الموجوده في الكارير، هو المان باور على اسم البودكاست بالظبط. المان باور اي اتش ار بيحاول ان هو يعملها، بيحس ان هو شويه محتاج يمشي على بروسس طويله عشان يقدر يوصل للمان باور، او حاجه اسمها الاوبتيمم مان باور بلان الصح اللي هو هيمشي عليها في السنه الجايه. المان باور بلان هي مرحله حرجه جدا لاي اتش ار بيحاول ان هو يعملها، لان انت بتقول الفوركاستنج بتاع السنه الجايه شكله عامل ازاي من المان باور، وفي نفس الوقت لازم تخلي بالك من الكوست بتاعتك. ليه؟ لان الكوست بتاعتك دي بتمثل برسنتج اوت اوف توتال سيلز، واللي هو اساسا بالنسبه لك بترمي معاك في الفيكسد كوست اللي هي بترفلكت معاك على الاوبريشنال ليفرج. فانت بالنسبه لك بتبقى قاعد قلقان وحاطط ايدك على قلبك ان انت عايز تقلل البرسنتج الخاصه بالاوبريشنال ليفرج كومبيرنج للسيلز اللي بيحصل في الشركه. فاي اتش ار بالنسبه له المرحله دي بتكون حرجه جدا ان هو يحدد بالظبط النيدز اللي الشركه محتاجاها ان لايت اوف ذا افيلبل بادجت. جميل. طب انا همشي معاك واحده واحده، لان احنا دخلنا التشالنج اللي هو المان باور، اللي هيصب في المان باور بلاننج في حته يمكن مش كتير بيحط ايديه فيها، حته الكوستنج والبادجيتنج. تعال نمشي واحده واحده. المان باور بلاننج في الشركات بيبقى بروسيس عامله ازاي، دين هنتكلم شويه على البادجيتنج، لان احنا هدفنا زي ما انت قلت اللي احنا نجو ان ديبث في النولج بتاعتنا. بعد كده الريفلكت اوف اور اكتيفيتيز على البيزنس اوفرول. فامشي معاك ستيب ستيب. احنا دلوقتي عندنا كذا فيز للبيزنس، يا اما بيزنس نيو بورن، يا اما بيزنس قائم بذاته، يا اما بيزنس ويل ماتيورد، يا اما بيزنس في الديكلاين فيز بتاعته. اكيد كل فيز من دي المان باور بروسيس بتاعتها توتالي مختلفه. فينفع تدينا بريف لو انا ستيل نيو بورن او ستارت اب انا اعمل ايه؟ لو انا بحاول اكبر المان باور عندي هيبقى عامل ازاي؟ لو انا ماتيورد وانا شغال وقائم، او زي ما في شركات اليومين دول وورلد وايد مش في الماركت بس في مرحله الديكلاين ودخلوا في اللي اوف. فبريفلي كده عايزين البروسيس اوف مان باور بلاننج في كل فيز اوف بزنس من دول. كويس قوي. بص السؤال ده يهم اي اتش ار بيسمعنا في الوقت الحالي، لان كل شركه بتختلف في المرحله من المراحل بتاعتها. لو عندك نيو بيزنس قائم في الماركت، او بالنسبه لنا انت بتتكلم على ستارت اب بيزنس موجود عندنا، بالشرط ان هي تكون شركه صغيره. هي ممكن تكون شركه كبيره وبتفتح فرع عندنا
جوه الدوله. اللي بيحصل كالتالي، ان انت كاتش ار بروفيشنال لازم تبقى عارف كويس قوي ان انت وانت بتمان باور للناس بتاعتك اللي انت هتحتاجها السنه الجايه، في مرحله الستارت اب ما ينفعش تحط جونيورز، لان اي جونيور هو ما عندوش الاديشنال او الادنج فاليو اللي هو هيعمله للشركه، وبالتالي هو بيدور على ان هو يجين النوليدج، فبالنسبه له مش هيبقى ادنج فاليو لاورجنايزيشن بتحاول ان هي تستيبل في الماركت وبتحاول ان هي تكبر. فسنس ان انت اتش ار مانجر او ريكروتمنت مانجر بتحاول ان انت تظبط المان باور بلان بتاعتك، لازم تخلي بالك كويس جدا من نوعيه الكاليبرز وفي انهي ليفل اوف مانجمنت انت بتجيبها. لازم تجيب الليفل اوف كاليبرز اللي هياد فاليو للاورجنايزيشن اللي انت موجود فيها. تمام، هرفريز معاك. يعني في مرحله الستارت اب او النيو بورن الويت ما بيروحش للجونيورز انما بيروح للناس السينيورز، عشان الجونيور محتاج يتعلم مني وانا محتاج احط رجلي في الماركت، فبالتالي السينيور هو اوير بالحاجات اللي هيعملها. طبعا في المقابل هنتكلم بقى على البنفيتس بعد كده، ولينا سيشنز كمان هنتكلم على التوتال ريوردز. تعالى ننقل للفيز الثانيه بتاعت البيزنس. البيزنس بيكبر، انا دلوقتي عايز اكبر، فبالتالي انا المان باور كاستراتيجي شكلها عامله ازاي؟ في الجزئيه دي ببدا انا كاتش ار بروفيشنال ان انا يبقى عندي الكي بوزيشنز الموجوده عندي في الشركه. في الفتره دي بشوف النيدز بتاعتي رايحه لفين، هل انا اقدر اضيف مجموعه من الجونيورز مع مجموعه من الميدل مانجرز، من خلال ان الميدل مانجرز دول يقدروا ان هم يبقوا سكسسورز للناس الموجودين عندي لاي ظرف ان كان حاصل جوه الشركه. في الفتره دي انا بسكيرو الكي بوزيشنز الموجودين عندي اللي قدروا ان هم ينقلوا الشركه من مرحله الستارت اب لمرحله الجروس، وفي نفس الوقت انا ببدا ان انا اضيف لاين كمان ان الناس دي تقدر تبقى سبورتر وتقدر ان هي تساعد الميدل مانجرز وكمان تساعد اللي هم التوب مانجرز الموجودين في شغلها. وفي مرحله بقى الويل ماتيورد، في مرحله الماتيورد يو كان فيل فري ان حضرتك تاد ناس جونيورز، لان انت هنا بتبدا ان انت تبيلد وتبدا تنفست ان انت تعلم الاشخاص اللي هيجوين معاك. طب مش عايزين بس يبقى كل الاكزامبلز على جونيورز، انما المان باور اوفرول لو هنقسمها لايرز كريشيو كده تقريبا. خلينا نتفق على اول حاجه. فبالنسبه لك في مرحله الستارت اب، ما بيكونش فيه مديرين كتير، لكن انا محتاج ناس اكزيكتيفز اكتر، والاكزيكتيفز دول اللي هينفذوا الشغل بايديهم لازم يكون عندهم من الاكسبيرينس الكتير اللي هو يقدر يعمل ادنج فاليو للمكان. فبالنسبه لك هتلاقي التوب مانجرز قليلين، بس في نفس الوقت الاكزيكتيفز او حتى المانجرز الموجودين جوه الشركه بيشتغلوا بايديهم عشان ياب ليفل وينقل الشركه من مرحله الستارت اب ان هو يطلع بيها لمرحله الجروس. ده بالنسبه لك. هتيجي في المرحله الثانيه اللي هي مرحله الجروس، بيكون في عندي لاير واضح وقوي جدا لمرحله التوب مانجرز. هتلاقي في عندك توب مانجرز في الشركه، وفي عندك ميدل مانجرز في الشركه، وفي كمان عندك جونيورز يقدروا ان هم يشتغلوا معاهم بايديهم. طيب هتلاقي في المرحله دي لما انت بتنتقل لمرحله الجروس ان انت تقدر هنا تاد مور جونيورز، لان انت عندك الليفل اوف ماتيوريتي اوف بيبل الموجودين عندك اللي حققوا لك النهضه او حققوا لك الجروس اللي انت كنت بتطمح ليه. هنا في المرحله دي انت ما بتبقاش حاسس باي خوف ان انت تقدر تحط ناس جونيورز خالص. ليه؟ لان انت عندك المانجرز اللي يقدر يدي الدايركشنز للافراد الموجودين تحتيه. بالعكس في بعض الشركات كمان بتعمل انترنال اكاديمي وتدخل ناس تدربهم عشان اعد الناس تانية. مش عايز احرق طبعا الاستراتيجي دي هنتكلم عليها كمان شويه. انت قادر كمان بالظبط. طب تعالى في مرحله الديكلايننج، احنا بنسمع دلوقتي عن الشركات دي ممكن تبقى كوربريت وممكن تبقى ستارت اب، يعني مش شرط ان اللي اوف دلوقتي موجود في تيك ستارت ابس ما عملوش حسابات صحيحه، لا ده في كوربريت كمان بتعمل لي اوف. ففي المرحله دي المان باور بلاننج هل هديدكت او هل هقلل الناس اللي عقودها بتخلص لان البراكتس ده موجود في الماركت، ولا الناس اللي مش بتاد فاليو، ولا الناس اللي كانت قديمه معايا فمش هعرف اخد منهم تاني، فهنعمل ايه؟ طيب مرحله الديكلايننج ليها اسباب كتير، لازم انت كاتش ار تبقى عارف ايه السبب في الديكلايننج اللي بيحصل عندك في الوقت الحالي. هل السبب هو اوريدي الاكسترنال انفايرمنت اللي حاصله، فانت مش قادر تكوب مع الفاريبلز اللي بتحصل حواليك ومش قادر ان انت تسكيور البوزيشن بتاع الشركه في الوقت الحالي في الماركت، ولا المشكله ان انت حصل منك من البدايه مان باور بلاننج غلط ادى ان انت تعلي الفيكسد كوست بتاعتك وتعلي الاوبريشن ليفرج فالشركه بدات تخسر. فلازم تبقى محدد الاسباب من ضمن اسباب كتيره بتحصل، انهي سبب بالظبط ادى ان الشركه ديكلاين.
سنس ان انت بدات انك تعرف ايه السبب اللي انت ادى للديكلايننج تبدا تشتغل عليه. في عندك اكتر من اكسرسايز، في ناس بتعمل اوريدي داون سايزنج، وفي ناس بتعمل حاجه اسمها رايت سايزنج، او بالنسبه له بيقول لك انا بعمل اوريدي ريفيزيتنج مره ثانيه للاورجانيزيشنال تشارت الموجود عندي، من خلال ان هو بيبقى اضاف اوريدي اشخاص كتيره جوه الاستراكشر بتاعه بدون ما يكون في داعي اصلا ان انا اضيفهم. وهنا الاتش ار المظبوط او البروفيشنال الصح اللي قادر ان هو ياخد قرار بيقدر يشوف الاشخاص اللي هم مالهمش امباكت على البيزنس ويبدا يختارهم ان هيحصل لهم اوت بليسمنت في الفتره اللي جايه. طيب انا حابب بما انك قلت اكتر من استراتيجي زي اللي احنا ممكن نعمل داون سايزنج او ممكن نعمل ريفيزيتنج للجوبس عندنا ونعمل جوب سايزنج مظبوط، احنا اتعرض علينا سيناريوز كتيره في هايرد. يا جماعه انا مطلوب مني اعمل لاي اوف، هاويفر انا في ناس هي اللي محتاجه امشيها بس عقدها مفتوح او مش هينتهي دلوقتي، وفي ناس البروبيشن بيريود بتاعتهم هم لسه في البروبيشن بيريود، او في ناس عقودهم هتنتهي اخر السنه، فليجال وايز انا ممكن اضحي بدول عشان ما يبقاش عليا اي لايبيليتيز. ففي سيناريوز كتيره. تعالى نبدا سيناريو بما انك قلت ان في اكتر من حاجه. اول حاجه لو انا شركه للاسف الماركت فرض عليا اللي انا مش قادر اكوب، فدي اكسترنال ثريت. في الحاله دي افضل حاجه نعمل ايه؟ طيب لو انت مش قادر تكوب مع الاكسترنال ثريت، لازم اول حاجه تفكر فيها هل انا ماشي على الاستراتيجي الصح ولا لا، وهل الاشخاص الموجودين عندي جوه الشركه في الوقت الحالي هيقدروا ان هم يحققوا لي الاستراتيجي الجديده ولا لا. وبناء عليه اهم حاجه ان انت تبدا تجمع المانجرز الموجودين عندك وتبدا تواجههم بالحقائق اللي الشركه بتمر بيها. ما ينفعش انك تبقى مخبي موقف بيحصل جوه الشركه هيؤدي ان الشركه هتديكلاين وكل الناس هتسرح العماله او هتسرح الموظفين الموجوده فيها، وده بالنسبه لهم هيمثل تهديد شامل على الاورجنايزيشن كلها. ممكن يؤدي كمان للافلاس زي ما احنا شفنا اورجنايزيشنز كتيره خرجت في الماركت او خرجت من الماركت الخاص بمصر الفتره اللي فاتت. فلازم اول حاجه تجمع التوب مانجرز، تواجههم بالمشاكل الموجوده وتبدا تسمع منهم الحلول اللي هم يقدروا يضيفوها لك. سنس ان انت بدات ان انت عملت البرين ستورمنج ده وعملت الاكسرسايز بشكل مظبوط، تبدا تشوف مين فعلا موجود جوه الاورجنايزيشن في الوقت الحالي وادنج فاليو ليها، وهيقدر يحقق لي الاورجنايزيشنال استراتيجي اللي انا رايح لها عشان اقدر انجو بحاله الشركه، او اقدر ان انا اوجه الشركه ان هي تطلع من المرحله اللي هي فيها لبر الامان. فبالنسبه لك سنس ان انت بدات تعرف مين الكي بوزيشنز اللي انت محتاج تخليهم جوه الشركه، للاسف الشديد بتبدا تخطر الناس ان في بعض الاشخاص مش هتقدر ان هي تكمل معانا due to البيزنس سيركمستانسز، او ان هنا حضرتك بتبدا تلجا لسولوشن مختلف لو كل الناس الموجوده عندك ناس كواليفايد انف وانت مش عايز تضحي باي حد فيهم. بتبدا ان انت تعرض على الموظفين ان هم يبداوا ياخدوا اجازات، تمام، وكل شخص فيهم يشتغل فتره. هنا الاورجنايزيشن بيحصل ما بينها ترابط قوي جدا. الترابط ده ان انا بحدد لكل موظف فتره عدد ايام في الشهر بيبدا ان هو يشتغلها، وبيسيب لزميله الفتره التانيه هو يشتغل فيها. وبهنا انا ما بقدرش، او انا بالنسبه لي ما بوصلش لمرحله ان انا اضحي بكاليبرز انا محتاجهم، لكن انا بعرفهم السيتويشن الحالي وببدا ان انا اعرفهم ان احنا ممكن كلنا نتكاتف مع بعض عشان نعدي الموقف الحالي. فبالنسبه لي انا ما حطيتش كوست على الشركه وقللت الفيكسد كوست اللي عندي، وفي نفس الوقت ما ضحيتش بحد. حلو جدا. تعال ناخد سيناريو تاني وده قائم برضه. شركات كتيره حصل ريزنج للفند عندها، فاستراتيجي من الاستراتيجيز بتاعتها acquire البيست تالنت at any price، فحصل انا بسميه فقاعة السالاريز. دلوقتي الشركات دي بتعمل لاي اوف. ايه البراكتس الامثل في الحاله دي، خصوصا ان الماركت نفسه مش الموظفين بتوع الشركه نفسها، الماركت نفسه اصابه بانيك، فنعمل ايه؟ في المرحله دي هنا احنا لا عزاء للاتش ار في هذه الحاله، لان الاتش ار حط نفسه في موقف لا يحسد عليه. انت حاولت ان انت تاكواير تالنتس موجوده في الماركت انت مش محتاجها، وللاسف الشديد انت عرضت عليهم ان هم يجوا بمرتبات، والمرتبات دي بالنسبه لهم هي اتورس ان هو ياخد التشالنج ويسيب شركته ويجي عندك. فبالنسبه لك للاسف في المرحله دي لو انت ملوش اضافه عندك وانت بس كنت بتحاول ان انت تجيت البيست نيمز الموجوده في الماركت وان انت تضيفها عندك بس لمجرد ان انت يبقى موجود عندك البيست نيمز، هتضطر ان انت تفاضل ما بينهم في مرحله من المراحل، وهتتخلى عن الموظفين اللي بالنسبه لك مش حابب ان انت تكيبهم جوه الشركه. لان اما ان حضرتك تتخلى عن جزء من الموظفين دول،
او ان حضرتك تفضل ماشي بنفس الريتم او بنفس الاستراتيجي وتلاقي ان الفيكسد كوست بتاعتك بتعلى. او عندك حل تالت خالص ان انت تحاول تشوف طريقه تزود بيها مبيعاتك او البرودكتيفيتي بتاعتك، وده حل اوقات كتيره الشركات ما بتقدرش تحققه لانها بتبقى وصلت ليه زي ما بنقول اليوتيلايزد كاباسيتي او الاوبتيمم كاباسيتي الموجوده عندها، فهو مش قادر ينتج اكتر من كده او مش قادر يبيع اكتر من كده. فللاسف الاتش ار هنا بيتحط في الاختيار الصعب ان هو يعمل لي اوف للموظفين الكواليفايد عنده عشان يقدر ان هو يكوب مع الكوست الموجوده كومبيرنج للسيلز اللي بيحصل جوه الشركه. جميل. طيب تعالى كده يا شريف عشان احنا برضه ايه اللي اوف او اكزامبل اللي اوف ما ياخدش مننا وقت طويل في الحلقه ده، احنا حتى عايزين نسعى للاوبتيمم مان باور. ايه البروسيس من بدايه ايا كان السيناريو بقى انا هزود موظفين همنتين نفس العدد او هوجوه على لي اوف، البروسيس اوف مان باور بلاننج يعني كلام الكتب اللي درسناه، تعالى في ريشيو اناليسيز، في سكاتر بلوت. انا لحد دلوقتي ما اعرفش هي بتعمل ايه ولا حد بيستخدمها هنا في الماركت، بس بتلاقي ان معظم الدبلومات كاتب لك سكاتر بلوت وما اعرفش مين، او بناء على السيستم نفسه ممكن بعض الداتا انتري بنعملها فبيطلع لك البيست سيناريو الفتره الجايه احنا محتاجين نعمل ازاي. مش عايزين كلام كتب. يا ترى ايه افضل طريقه او افضل طرق لعمليه المان باور بلاننج في الشركات؟ خلينا نقول ان انت في مرحله المان باور بلاننج عندك 4 مراحل مهمين انت بتعدي بيهم. اول حاجه مرحله الانفستيجيشن، هي المرحله دي انت بتبدا تشوف وبتعمل سكاننج للاكسترنال انفايرمنت والانترنال انفايرمنت. في المرحله دي بتبدا تشوف الماركت حواليك ماشي في انهي اتجاه، وانت بالنسبه لك هتروح لانهي جولز، وبالنسبه لك كمان بتبدا تشوف السترينثز والويكنسز الموجوده جوه الشركه بالمعنى اللي احنا اتعرفنا عليه اللي هو السوات اناليسيس. ابدا اشوف شكل وحاله السوق الماركت اللي انا موجود فيه، وفي نفس الوقت ابدا اشوف كمان الاورجانيزيشن اللي انا موجود فيها في الوقت الحالي السترينثز والويكنسز بتاعتها عامله ازاي. تمام. خلصت المرحله دي ببدا بعد كده اعمل مرحله الفوركاستنج، هي دي المرحله اللي انت اتكلمت عليها. ايوه. في مرحله الفوركاستنج في عندنا اكتر من طريقه احنا بنقدر ان احنا نستخدمها، زي الريشيو اناليسيس او الترند اناليسيس او السكاتر بلوت. طيب الترند اناليسيس انا ببدا خلينا ناخدها من اول مرحله الريشيو اناليسيس. مرحله الريشيو اناليسيس ببدا فيها ان انا ببدا اشوف العدد المطلوب مني او البرودكتيفيتي المطلوبه مني او السيلز المطلوب مني ان انا احققه كومبيرنج بعدد الموظفين. لو عندي 10 موظفين بيحققوا لي مليون جنيه، فانا بالنسبه لي نصيب كل موظف في التحقيق هو 100,000. فانا بالنسبه لي لما اجي السنه الجايه اقول لك انا عندي جول ان انا عايز اوصل ل1,200,000، انا كده محتاج ايه؟ هيجي اي مانجر هيقول لك انا كده محتاج ايه؟ 12 موظف، لان كل موظف بيحقق 100,000 وانت زودت لي 200,000، فانا بالنسبه لي عايز 2 موظفين. دي مرحله الريشيو اللي انا باخد فيها اوريدي توتال الحاجه المطلوبه مني وبقسمها على عدد الموظفين الحاليين وبعمل لها الاديشن المطلوب مني السنه الجايه وابدا ان انا استخدمها. المرحله دي مرحله مهمه، بس هنا انت بتبقى اغفلت فيها دور مهم جدا خاص بالتريننج والديفلوبمنت. وفي نفس الوقت هل الناس في الوقت الحالي بتأدي اعلى اداء مطلوب منها ولا لا؟ مكملين ولا لا؟ ده طبيعي. فبالنسبه لك لازم تبقى عارف كويس قوي هل الناس وصلت للاوبتيمم بيرفورمانس المطلوب منها ولا لا، وده بيبان معاك في البرفورمانس ابريزل وبيخش فيها فاكتورز كتير. حلو. تاني عامل معانا موجود هو الترند اناليسيس او تاني اوريدي ميثودولوجي بنشتغل عليها، وده من خلال الترند اناليسيس انت بتبدا تشوف بالنسبه لك في عندك حاجه اسمها نايف ابروتش. النايف ابروتش ده بيقول ايه؟ بيقول ان انا باخد الترند بتاع الشركه في السنين اللي فاتت وبطبقه، بس النايف ابروتش بياخد اخر سنه بس. طيب يعني ايه؟ خلينا نضرب مثال كده عشان الناس تبقى بالنسبه لنا يعني كاتشنج اكتر معانا او بالنسبه لنا قادره تفهم اللي احنا بنقوله. انا السنه اللي فاتت اتطلب مني عين 100، والسنه اللي قبلها عين 100، والسنه اللي قبلها عين من 100، فطبيعي السنه الجايه هعين 100 لما انا باخد الترند اناليسيس. طيب في حاجه اسمها نايف ابروتش. النايف ابروتش ممكن انا السنه دي اتطلب مني اني اعين 100 موظف والسنه اللي قبلها 50 واللي قبلها 50. النايف ابروتش بتقول لك خد اخر سنه وحطها زي ما هي، فتبدا حضرتك تاخد اخر سنه وتحطها زي ما هي. يعني انا هحط ايه؟ 100 موظف
ريجاردلس بقى الماركت فيه ايه واحنا مكملين مش مكملين. الله ينور. هو انت بالنسبه لك كده يا احمد انت حطيت ايدك على البينفول اريا، ان انت بتغفل المتغيرات اللي بتحصل حواليك في الماركت في الوقت ده. فالنايف ابروتش بيقول لك ان مفيش اي حاجه هتتغير ومفيش اي حاجه هتحصل واحنا هنعين نفس. طب ما عشان يعني احنا بنحاول على طول دايما ثينك جلوبال اكت لوكال، عايزين نوصل للبيست براكتس اللي في الماركت. يعني انا اتش ار بروفيشنال عندنا في مصر فاين كان في المينا ريجن، تعال نقول ان كلام الكتب حلو بس انا بالنسبه لي البيست براكتس هو كذا. فانا عارف ان انا قاطعتك بس انا عايز اخد لسه الزتونه من شريف. البيست براكتس اللي انت عديت بيه السنين اللي فاتت كنت بتعمل ايه؟ ميكس ما بين الاثنين، بعمل ريشيو، بعمل ترند، ما بعملش الكلام ده كل اللي المديرين بيطلبوه مني بنزله لهم على طول، انا ليا اضافات. فادينا الخلطه بتاعت شريف. كويس، خلينا نتكلم هنا على الابروتش اللي احنا بنمشي بيه في الشركات. يلا بينا. في المان باور بلاننج. في المان باور بلاننج انا ببدا استخدم كل طريقه من الطرق اللي احنا اتكلمنا عليها دي بس بنسبه معينه. يعني انا بشوف الريشيو اناليسيس شكلها عامل ازاي، وبحط كمان الترند اناليسيس قدامي بشوفه ان انا بكمبير ابل تو ابل، وفي نفس الوقت بشتغل على ان انا ببادجت المان باور بلان بتاعتي بطريقتين، اما ان انا بشتغلها بوتوم اب او توب داون. من خلال ان انا بعمل ايه؟ ان انا ببدا ابعت لو انا هشتغلها بوتوم اب للمديرين الموجودين عندي جوه الشركه واشوف ايه النيدز اللي مطلوبه منهم في خلال السنه الجايه. بس حاجه مهمه جدا هنا يا احمد ناخد بالنا منها، هي ان انا لازم اتشالنج النيدز بتاعت كل المديرين اللي هم باعتينها، وفي نفس الوقت كل واحد فيهم يقول لي الامباكت تو بيزنس. لو ما قاليش الامباكت تو بيزنس يبقى انا عمال اضيف ناس على الفاضي. وفي نفس الوقت لازم احط قدامي وانا ببادجت الجزئيه دي تحقيقات السيلز، لان الموظفين دول عباره عن فيكسد كوست انا هضيفها عندي، وهضيفهم بير كوارتر او هضيفهم بالشهر حتى. فلازم اختار الشهور فعلا اللي هقدر ان انا احافظ فيهم على الريشيو او البرسنتج الخاصه بالفيكسد كوست كومبيرنج للسيلز. فلازم تبقى واخد بالك كويس قوي وانت بتبلان كل الشهور اللي انت شغال عليها. فما يجيش مدير يقول لك انا عايز بالنسبه لي 10 موظفين وعينهم لي من اول السنه، واحنا اول السنه ما بنحققش. حلو جدا. معناه ان احنا هنخسر في اول شهر، ولو فضلنا مكملين هنخسر اكتر. فلازم تبقى انت واخد بالك من الجزئيه دي كاتش ار. بتيجي بعد ما حضرتك تخلص البوتوم اب وتبدا تليست بالنسبه لك كل النيدز دي على المان باور بلاننج شيت، تبدا تحدد الكوست بتاعت كل موظف، تبدا بعد كده تاخدها ايه؟ توب داون، تبدا تبص عليها من فوق. هل انا بالنسبه لي النيدز دي هقدر ان انا اشتغل عليها كلها السنه الجايه ولا انا مش محتاجها؟ وتبدا تستخدم التو ابروتشز مع بعض از هايبريد موديل، وتبدا ترجع تاني للمديرين النيدز بتاعتهم وتقول له لو سمحت اعمل لي سيلكشن او قلل لي الرقم ده، احنا مش هنقدر نكوب معاه. تبدا تتشالنج المديرين. هنا يبدا كل مدير هتلاقيه بيقلل في النيدز بتاعته. اللي كان باعت لك 13 واحد هتلاقيه رجع باعت لك 7 أو 8، اللي كان باعت لك 10 هتلاقيه باعت لك 5. فلازم تبدا تتشالنج بعد ريفيستنج للبلان الابروف، صح ولا لا؟ بعد ما بخلص الريفيستنج ببدا اشوف الاتشيفمنت بتاع الشركه وابدا احط البرسنتج بتاعتي از كوست تو كومباني لكل الموظفين اللي انا عملت لهم بادجيتنج، واقول لهم دي الرؤيه بتاعتنا للسنه الجايه من خلال المان باور بلان. حلو. بما اننا منشن بقى البلاننج وسبيشالي البادجت والكوست بتاع كل موظف، هسألك سؤال كده يعني ادفانسد شويه. ايه هي المعادله السحريه اللي انا بحسب بيها الكوست المثلى للموظف وفي نفس الوقت كل وظيفه مدخله لي كام، فبالتالي انا اقدر بعد كده ريبورت للمانجمنت الار او اي اوف ماي مان باور بلان؟ كويس قوي. انت يعتبر سالت السؤال بطريقه تريكي شويه، ان انت عايز تعرف الادنج فاليو بتاع الموظف عندي على البيزنس، وانا بالنسبه لي لما هضيفه عندي في اوريدي في المان باور بلان بتاعتي الكوست بتاعته هتبقى قد ايه كومبيرنج للي هو بيحققه. خلينا ناخد مثال اللي هو السيلز بيرسون، الشخص اللي بيحقق معايا 100,000 في السنه. ال100,000 دول بيحققهم كمبيعات. انا باجي احسب للموظف اول حاجه المرتب بتاعه، وبعد ما بحسب المرتب عشان احسب التكلفه بتاعته بضيف عليها بعض الحاجات. زي ايه؟ زي ان انا بضيف حصه الشركه من التامينات، وبضيف اجازاته، وبضيف الميديكال انشورنس واللايف انشورنس. فبلاقي ان تكلفه الموظف عليا ده كلها طول السنه لو انا هيشتغل معايا بلاقي ان تكلفته مثلا حوالي 40,000 جنيه او 45,000 جنيه. كومبيرنج للمبيعات اللي هو هيحققها
ان الموظف ده يحقق لي 100,000 في السنه، فانا كسبان من ورا الموظف 55,000 جنيه. فببدا ان انا اقول وبنقل للاداره ان وجود الشخص ده عندي جوه الشركه بيقدر ان هو يحقق لي مبيعات 100,000 في ظل ان الكوست بتاعته 45,000. طبعا هي ما بتبقاش بنفس الطريقه دي، لان الموظفين بتحقق اكتر من كده بكتير. يعني ممكن تلاقي ان الموظف بيحقق 3 مليون و4 مليون في السنه وتكلفته كلها على الشركه 200-300,000. وهل لو في وظائف مش دايركتلي مربوطه بالسيلز، داتا انتري، ريسبشن، ايا كان، هل برضه بحسبه بيرسون ولا الديبارتمنت اوفرول ريشيو من الاوفرول ريفينيو بتاع الشركه؟ طب خلينا نتفق ان في بعض الديبارتمنتس اللي انت بالنسبه لك لازم تكون موجوده، في حين ان هي بتسهم بشكل غير مباشر في السيلز او بالنسبه لك في البرودكتيفيتي، زي وظائف اللي هي الخاصه بالاتش ار ووظائف المحاسبين والوظائف اللي هي ما بتسهمش بشكل مباشر معانا في السيلز او البرودكشن. فلازم تبقى عارف كويس قوي ان عدم وجود الوظائف دي، يعني خلينا ناخد كمثال الاتش ار لو هو مش موجود عندك في الشركه، انت مش هتقدر ان انت تعمل الاستراتيجيك مان باور بلان. فكل النيدز اللي جايه من عند المانجرز كلها ايرجنت، وفي نفس الوقت هم عمالين يعينوا بدون ما يكون في شخص موجود مع جوه الاورجنايزيشن بيفاليديت الريكوست ده. طيب هنا ايه اللي بيحصل؟ الكوست بتعلى وبيتفاجئوا بيها اخر السنه ان في كوست عليت كومبيرنج للسيلز، فتلاقي الشركه بتديكلاين. او ان انت بتلاقي في عندك الشخص الريكروتر اللي هو بينقل بعد كده او بيطبق المان باور بلان ويبدا ان هو يختار الشخص الصح ويحطه في مكان الصح في الوقت الصح in light of الافيلبل بادجت الموجوده مش موجود. فبالنسبه لك بتلاقي ان الشركه مش عارفه تعين الاشخاص الصح، فبيحصل بالنسبه لك اديشنال كوست ان انت بتجيب ناس تعينها ما بيكونش غير كفء للوظيفه، وبعد كده بتضطر ان حضرتك تمشيه، فانت ما خدتش منه استفاده ودفعت له مرتب وما طلعش برودكتيفيتي. وبالنسبه لك بتلاقي نفسك انت وقعت في معضله ان انت مش موجود عندك حد يقدر يشتغل او يديليفر السيرفيس بالكواليتي اللي انت بتدور عليها. جميل. طيب عشان ما نطولش على الاودينس، خلينا كده انا ماشي معاك واحده واحده. بما اننا في الابوزيت دي بنتكلم على المان باور بلاننج، اكيد الشغل بتاعنا بعد كده هيصب في اول ستيج بعدها الا وهي ريكروتمنت. بس في بعض الشركات اللي معني بالبلاننج مش معني بالريكروتمنت، او ممكن يبقى هو ريكروتمنت مانجر، هو الاثنين، انا معني بالبلاننج واخد الابروفال من المانجمنت، ومعني بالاكسكيوشن اللي انا بران الريكروتمنت تيم عشان نهاير المان باور دي. ايا كان بقى احنا هنزود هنخلينا زي ما احنا. اول سيناريو الثالث اللي اتكلمنا فيه في الاول الا وهو اللي اوف او الداون سايزنج. بس خلينا نستيك لسه لحته المان باور بلاننج. لو انا حد سينيور مانجر، ريكروتمنت مانجر، اتش ار مانجر، اتش ار ديبيتي مانجر، وانا بعمل مان باور بلان او فوركاستنج للسنه الجديده، الايكويشنز اللي انا حابب تبقى قصاد عيني على طول، لو عندي داشبورد كده ايا كان بقى، انا بستخدم سيستم ما بستخدمش سيستم، بس اعتبر ان في داشبورد، فايه شويه الايكويشنز اللي لازم احط عيني عليها. غششك واحده منهم مثلا التيرن اوفر اللي انا عديت بيه السنه دي. مظبوط. التيرن اوفر واحد من الفاكتورز اللي انت لازم تبقى دايما شايفها قدام عينك وانت بتعمل المان باور بلان. في نفس الوقت لازم تشوف السنين اللي فاتت وانت كنت بتعين قد ايه، وتشوف برضو كمان السيزوناليتي ريكويستس اللي بتحصل. هل انا الانتاج بيحصل عندي او السيلز بيجي عندي في بعض السيزون بيعلى جدا فانا بحتاج اديشنال مان باور؟ وفي نفس الوقت لازم تخلي بالك من الريبليسمنتس اللي بيحصل او البروموشن اللي بيحصل او الكارير سكسيشن اللي بيحصل عندك جوه الشركه. دي بعض الحاجات اللي انت لازم تخلي بالك منها. او بالاضافه ان كمان ان انت لازم تخلي بالك كويس جدا من البارت الخاص بالريتايرمنتس. هل انت عندك معدل ريتايرمنتس بيحصل كتير جوه الشركه ولا لا؟ فهنا بالنسبه لك لازم تكون كل الفاكتورز دي او كل الداتا دي موجوده قدام عينيك وانت شغال على المان باور بلان، عشان تقدر تتارجت المان باور بلان بتاعتك الصح، وتبدا ان انت تحط فعلا النيدز الحقيقيه الموجوده للشركه. ما تتفاجئش ان انت في فجاه بيطلب منك في سيزون عدد مثلا 50 او 100 شخص يشتغلوا معاك جوه الشركه لفتره 3 أو 4 شهور او 6 شهور كاجوال، وبتلاقيهم بقى تيم الريكروتمنت هو اللي عمال يعيط من تيم الريكروتمنت، وبتلاقي الموضوع بيخش في بارت ان الناس بقت مضغوطه جدا لان ما كانش في بلان واضحه للنيدز دي. جميل. طيب يعني
انا لحد دلوقتي مبسوط جدا جدا جدا، ويعني كنت اتمنى ان انا اقعد معاك اكتر من كده، بس تعالى ننهي الحلقه، لان هي هتفتح حلقات تاني، هتفتح بقى حلقات معانا في الريكروتمنت، وايه الفرق بين الريكروتمنت والتالنت اكوزيشن والامبلويمنت براندنج، فكل دي محاور هنتكلم عنها بعد كده. والاورينتيشن ده انا حابب الاورينتيشن دي تبقى حلقه لوحدها. عايزك بس يعني اخر حاجه استفاد منها كشريف، ايه النصايح او التيبس اند تريكس اللي انت تديها للسينيور مانجرز او الاتش ار بروفيشنالز في المرحله اللي احنا بنعمل فيها مان باور بلاننج؟ اهم حاجه لازم تخلي بالك منها كاتش ار بروفيشنال او كمانجر بتشتغل على المان باور بلان، هو الاستراتيجيك دايركشن بتاع الشركه. لازم تربط الموظفين اللي انت بتعينهم جوه الشركه بالمين استراتيجيك دايركشن اللي الشركه بتحققه، لانك اوريدي كبروفيشنال اتش ار لازم تبقى عارف كل موظف انا هضيفه على الشركه الكوست بتاعته هتبقى قد ايه وهيحقق لي قد ايه. لان انت لو عملت كده هتبقى فاهم كويس كل امباكت بتاع كل موظف بيخش عندك جوه الشركه هيبقى بياد فاليو معاك قد ايه، وبيرفلكت معاك في نجاح الشركه، وبالتالي هو كمان بيرفلكت على نجاحك جوه الشركه دي. جميل جدا، انا شاكر ليك جدا يا شريف، وشكرا لوقتك، ويعني نتمنى ان احنا كمان نقعد في ابيزودز تانية. ودي كانت ابيزود من ابيزودز مان باور بودكاست باي هارد اتش ار، او البودكاست متخصص للاتش ار بروفيشنالز في مصر والمينا ريجن. يمكن هدفنا ان احنا نبقى المين ريفرنس للاتش ار بروفيشنالز في المينا ريجن، فبالتالي لو الحلقه عجبتكم او ليكم توبكس تانية هتبقى مفضله ليكم، او ليكم اي انكوايرز او اسئله، تقدروا تبعتوها لنا على business@hiredhr.net. اشوفكم على خير.